بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم رضا زكريا علي عبد الرحيم، جامعة الدرمان الإسلامية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية المستوى الثالث. عضو في الحركة الإسلامية الطالبية المؤتمر الشعبي. تم اعتقالي في يوم 14/3 من جامعة الدرمان الإسلامية في كلية الآداب من أمام الكلية، وذلك إنه بعد أن قمنا بمخاطبة سياسية بنور فيها الطلبة على أساس إنه نحن كحركة إسلامية طالبية إنه ضد العنف اللي بيحصل في داخل الحرم الجامعي، ووضحنا فوق رأينا، وأنا كنت المتحدث الأول. فبديت في خطابي على أساس إنه نحن ضد العنف، ووضحت للطلبة إنه في الحرس الجامعي بيتعامل مع المؤتمر الوطني في عنف. ومن ضمن الحاجات اللي أنا وضحتها إنه في فرد في جهاز اسمه صلاح، وهو بيعمل انه حارس جامعي، وضحت لهم الحاجه دي. ومن ضمن الحاجات الثانيه وضحتها انه برضه في بوكس بيحمل رقم اللوحه 71/25/3. برضه وضحت للطلبه على انه البوكس ده بيحمل صيغ، وبيجيب انه افراد الجهاز وبيسمع لهم الحرس الجامعي انه بيدخل داخل الحرم الجامعي وبيتعامل مع طلاب الجيزان. فبعد ذلك هم قاموا حاجمونا وكبروا بحللوا، وبعد ذلك قاموا وقعوا علينا بالضرب بالسيخ والصواطير والملتوف. فتم اعتقالي من امام الكليه وامام مرأى الشرطه برضه انه كانوا متواجدين بالبوكس بتاعهم. فديل اتوا بامجاد وركبوني في العربيه الامجاد. بعد ذاك ركبوني وعصروني كده وشالوني وفاتوا حتى انا ما عارف حتى الان. بعد ذاك هناك عملوا معي معامله انه سيئه كده في البدايه، انه ضربوني كده ومين اساعات فيها حبه عنصريه برضه. فبعد ذاك في التحري في يوم الجمعه، الكلام ده كان يوم الخميس، ويوم الجمعه الصباح جاء فرد من الجهاز وتحرمني بتجيب المعلومات دي من وين؟ مثلا انه معرفتك بالحرس الجامعي يا اخو صلاح ده، انه عرفت كيف ان الانسان ده تابع للناس الجهاز، والبوكس دي انه عرفت كيف. فقلت لهم والله يا اخي الحاجات دي انه بيشوفها في الارض الواقع وبحللها وبيجي، وهي اصلا صح. يعني انت لو جيت لك اكثر قال انه صح. فبعد ذاك انه حاولوا لانه ارحبني كده انه نحن ممكن الان بنقتلك كما عملنا الاحداث من قبل، والان بنفصلك من الجامعه، ونحن بنعمل لك. فانا قلت له انه ما يصيب الله ما كتبه الله لنا، فانا مؤمن تماما ايمان كامل انه انت بتقدر تعمل لي حاجه ولا. ففي النهايه انه حددني كده، لحد ما جاء المساء جاء واحد ثاني برضه عمل معي التحري، نفس التحري السابق، برضه بيسالني من انه المعلومات دي بتجيبها منين. فقلت له المعلومات دي بنشوفها وبنجيبها، ودي حاجه ما داير لها انه انسان يجيبها منين ودي حاجه. فبعد ذاك قاموا انه استلموني، قبلوا راسي وطلعوني من حتتهم بتاع المعتقل دي، فجابوني في حوش الخليفه في مدرمان، ففكوني في وسط الحوش ومشوا خلوني.